وتريد من المغرب أن تتعامل بنفس الشيء. أضف إلى ذلك أن يقول لك دكتور إيلي فرنسا دولة ديمقراطية، هناك صحافة، ليست حملات ممنهجة. لو كان هناك انتقاد وهجوم على المغرب، أيضا هناك انتقاد وهجوم واحتجاجات ضد ماكرون بنفسه كما رأينا في احتجاجات السترة الصفراء وغيرها. ما ردك على كل هذا؟ اولا يعني مع احترامي للدكتور إيلي، نحن لسنا لا فرنكوفونيين ولا فرنسيين ولا اي شيء، نحن عرب ومسلمين وامازيغ وافارقه، وعلاقات الوديه مع فرنسا او مع غيرها لا تجعلنا نذوب وننسى هوياتنا الاساسيه. علاقات الوديه مع جميع شعوب الارض. فرنسا التي لا تحترم العلاقات الوديه بينها وبين الشعوب ولا تحترم النديه، هل على سبيل المثال دوله تحترم النديه مع الشعوب الافريقيه تقوم بالتحكم في 14 دوله في القاره الافريقيه من خلال اوراق ملونه تسميها عمله تطبع في باريس، وتمنع على اي كان ان يتعامل معها، حينما كان مشروع المغرب في العام 2017 يرمي الى الانضمام الى مجموعه الاكواس وكان يحمل مشروعا طموحا للتعامل معها؟ من عرقل هذا؟ من وقف في وجه كل هذا؟ من يقف الى اليوم في وجه ان يكون هناك تكتل اقتصادي في شمال افريقيا الا فرنسا التي تريد ان تنسج لنفسها خطا جيوسياسيا داخل اوروبا وتمنعه بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه؟ من الذي يقف في وجه طموحات المغرب وعلاقاته الاستثماريه داخل دول كثيره وفي علاقات مع دول كثيره وينظم حملات بالمناسبه حتى مع دول افريقيا يحرضهم على المغرب وعلى علاقات المغرب الاستثماريه معه؟ فرنسا لا تحترم النديه اخي الكريم، ونحن علاقتنا الوديه كشعوب لا علاقه لها بما تقوم به الطبقه السياسيه من عمليات عمليات تصفيه حسابات موضوعها الاساسي هو عدم اقتناع فرنسا بانها ليست هي التي تضيء هذا العالم وليست هي التي بامكانها ان تتحكم في القاره الافريقيه الى ان يريد الله الارض ومن عليها. موضوع الحريات الذي تتكلم، ثم علاقه الجزائر، يعني قبل ان نتكلم عن موضوع الحريات، علاقه الجزائر يا اخي الكريم لحد الان فرنسا لم تمنح الجزائر سك استقلالها، ولا توجد الجزائر على قائمه الدول المستقله في الامم المتحده، ويمكنك دكتور ان تراجع موقع الامم المتحده لتتاكد من هذا بنفسك. اضافه الى هذا، هل لو كانت الجزائر تريد ان تقنعني انكم في علاقه متباينه مع الجزائر او انها يمكن ان تضغط عليكم؟ انتم تاتون برئيس الاركان الجزائري وتضعون خوذه رئيس او مسؤول حرس او حارس من الحرس الجمهوري على راسه، تقومون باهانه الجزائر دائما، تقولون لها انتم لا علاقه لكم، لستم دوله ونحن من صنعناكم والاستعمار الفرنسي من صنعكم. لحد الان النشيد الوطني الفرنسي حينما يذاع على التلفزيونات الجزائريه تدفع الاموال لشركه فرنسيه لا تزال تملكه الى الان. الجزائر ليست كيانا مستقلا عنكم تتحكمون في كل شيء فيها، بل حتى اللعبة الديمغرافية الجزائرية التي قوامها 7 مليون إنسان منهم جزائريون في فرنسا ترفض الجزائر أن تمنحهم جنسية، تكرمهم فرنسا وتسميهم الحركة لكي تتحكم في الجزائر وفي قرارها الوطني. الجزائر ليست كيانا مستقلا عنكم، أنتم من صنعتم مشكلة علاقتنا الحدودية بيننا وبين الجزائر، وأنتم من تدفعونهم دائما لكي يكونوا شوكة في حلق اتحاد المغرب العربي. عن موضوع الحريات التي تتكلم عنه دكتور إيلي، أرجو أن يتسع صدرك لكي تعرف أو لكي تؤمن بأنه لا توجد حريات تعبير في فرنسا. حينما يتعلق الأمر بإهانة الإسلام أو بسب الرسول عليه الصلاة والسلام، حرية التعبير موجودة في فرنسا. حينما يتعلق الأمر بأي صحفية كتبت تقريرا يتعلق بموضوع بجرائم ارتكبها مسؤولون أمنيون في مصر، في الحدود بين مصر وبين ليبيا، قمتم باعتقالها بطريقة تعود إلى محاكم التفتيش بالطريقة التي تكلم عنها ميشيل فوكو. حينما يتعلق الأمر بجرائم رواندا جميع الاعلام الفرنسي يسكت لا يتكلم. حينما يتعلق الامر بالهولوكوست، روجي غارودي الكل يعرف المحنه التي تعرض لها. انتم لستم دوله حريه التعبير، لا يسمح لاي كان ان ينتقد ما شاء وان يقول ما شاء في فرنسا، الا اذا تعلق الامر بسب المسلمين او اذا تعلق الامر بالتهجم على المغرب او بالتهجم على اي دوله عربيه. القذافي نفسه حينما كانت علاقته بساركوزي وكان يمول حملته الانتخابيه، وحينما كان ساركوزي يعده بانه سيشتري الرافال ورويال ميراج، كان القذافي شخصا جميلا ويسوق له ولا يجرؤ في الاعلام الفرنسي من يتكلم عنه، الى ان أراد أن يشتري الإف-16 من الولايات المتحدة الأمريكية، حينئذ أصبح مجرما وديكتاتوريا وأصبح الإعلام الفرنسي كله يتهجم عليه. ليست لديكم حرية تعبير أخي الكريم، لا بد أن تكون واضحا مع نفسك في هذا الموضوع. فرنسا لديها أجندة مضبوطة، هناك غرف عمليات تضرب بدقة، توجه الحملات ضد من لا ترضونه ولا تريدونه، وتطبلون لمن تشاءون وتتكلمون عما تشاءون وترفضون الحديث عما تشاءون. المغرب اختار اختيارا آخر لا شأن له بكم وبالسيادة الوطنية الفرنسية، بل هو يرحب بالعلاقة ودية وندية مع فرنسا، لكن أن تحترم السياسة